كل بطل بيتم استدعائه بياخد مهارة قتالية خاصة بيه، وفجأة دايرة داتشي انفجرت ببرق اسود وطلع منها وحش بكروم مرعب حجمه أكبر ب10 مرات من الشنطة الجلد الصغيرة اللي ظهرت في ايدي. الوحش نزل على الأرض برخامها الفخم على أطرافه الأربعة، وبعدين وقف لحد ما قرونه خبطت في السقف الفضي بتاع قاعة الاستدعاء وطلعت شرار كان شبه مينيتور عملاق مجهز للحرب، جلد اسود وعضلات حديد وعيون صفرة باين فيها الكره لأي حد يشوفه. الكهنة سموا المهارة دي طاغية الوحوش، والملك ابتسم بوقار. أما داتشي فابتسامته كانت أكبر بكتير، لأن ده بالظبط نوع القوة اللي أي مملكة تتمناها من بطل مستدعى، قوة جبارة وصوتها عالي وواضحة للكل. وحش بيهز الهوا بمجرد نفس واحد منه، بعدها دايرتها نورت وطلعت لي مهارة التخزين، وقعت في كف شنطة بنية صغيرة يا دوب تشيل كيس عملات واحد. الكاهن فضل باصص ليها ثانية، وكان السيستم غلط في الكتابة، وبعدها قرأ الوصف بصوت عالي: تخزين غرض واحد، الساعة قطعة واحدة بس. القاعة كلها سكتت لثانية، وبعدها داتشي فجرها ضحك، والوحش بتاعه وقف جنبي وكان ضفره بس أكبر من مهاراتي كلها. داتشي قال لي: يا سلام، حتى في عالم تاني لسه انت الأضعف. وكل اللي في القاعة ضحكوا وراه، في اللي حاول يخبي ضحكته، في اللي ضحك في وشي عادي. والموقف كان بيفكرني بالمدرسة بالظبط، نفس الوشوش بالظبط ونفس الترتيب ونفس الناس اللي مستنية حد قوي يقرر ايه اللي يضحك وايه اللي لا. المفروض ماكي كانت أول واحدة تبصلي، دي كانت حبيبتي قبل ما يتم استدعائنا، أو على الأقل اللي كانت بتقوله لما ما يكونش في حد مهم باصص علينا. زمان لما داتشي كان يحدف مكتبي في الحيطة تقولي: ما تخليش الموضوع بايخ. ولما كان يسرق واجباتي كانت تقولي: اعتبريها مجاملة. ولما كان يقول عليا فاشل قدام الكل كانت تضحك وتيجي تأسف لي بعدين. الاعتذار ده هيمحي كل اللي حصل. في قاعة الاستدعاء ماكي بطلت تمثل خالص، دايرتها نورت أحمر وأسود وظهر ضباب على شكل وردة حوالين ايديها، مهارة سرقة الحياة. الكهنة قعدوا يهمسوا بأن المهارة دي جميلة ونادرة وخطيرة، قوة تقدر تسحب الطاقة من العدو وتضخها في جسمها. والكل بصلها انها حد غامض ومميز. انا بصيت لها وقلت اللي في بالي ان المهارة دي لايقة عليها جدا. ماكي بصت للشنطة اللي في ايدي وبعدين جريت من جنبي وراحت لداتشي وحضنته، وكأنه هو البطل اللي كانت مستنياه من ساعة ما رجلنا لمست العالم ده. وداتشي بصلي من فوق كتفها بنظرة نصر، بس انا ما كنتش باصص له اصلا، كنت باصص على رسالة انا بس اللي شايفها. الرسالة كانت بتقول: تم فتح تأثير مخفي، اي غرض يتم وضعه داخل التخزين سيستم ترقية لحد مستوى اقصى. الحد الحالي غرض واحد بس، مش مهارة فاشلة، دي مهارة مقيدة وفي فرق كبير. وسنين من العاب الاستراتيجية علمتني ان المهارة الضعيفة في البداية اللي معاها ميكانيكا تطوير كسر الحدود بتبقى هي القوة الحقيقية في نهاية اللعبة. داتشي كان لسه بيضحك لما مشيت في نص القاعة وضربت قلم على وشه. صوت القلم رن في القاعة اقوى من اي سحر، والمكان كله ثبت في مكانه. وداتشي تراجع خطوة وهو مش مصدق. ماكي صرخت وكأني عملت حاجة مستحيلة. وحش المينيتور وطى راسه وزمجر وما هجمش فورا، ودي كانت أول شرخ في قوة داتشي المثالية. الوحش كان عاوز يهجم وداتشي كان عاوزه يستنى، واللحظة الوحش ما سمعش كلام حد فيهم. الحراس وصلوا ليا قبل ما حد ياخد قراره. اتنين مسكوا دراعاتي والتالت وقف بيني وبين الوحش. مقاومتش وما كانش فيه فايدة. قاعة مليانة كهنة وفرسان وأبطال، ووحش ضخم مش مكان هعرف أكسب فيه، لسه مش دلوقتي. الملك أخيرا اهتم بالموضوع وسند جسمه لقدام على العرش، وعينه كانت بتتحرك بين خد داتش الاحمر وماكي اللي ماسكه فيه والشنطه الصغيره اللي في ايدي. ما سالنيش ليه ضربته ولا سال داتشي قال ايه، هو بس بيقيم مين اللي مفيد. رفع ايده وقال: 7 ايام بره الحاجز، ولو ولد التخزين رجع عايش هنقرر وقتها لو كان ليه لازمه ولا لا. القاعه سكتت تاني، بس المره دي محدش ضحك. الكل عارف ده معناه ايه. الحاجز هو الحاجه الوحيده اللي حاميه المملكه البريه، وبره الحاجز ده الوحوش هي اللي بتمتلك الطرق بعد الغروب. وحتى الفرسان المتدربين ما بيخرجوش لوحدهم من غير كشافين ومعالجين وممرضين وحوش. انهم يرموني هناك من غير سلاح ولا وحش ولا سحر وبشنطه ما بتشيلش غير حاجه واحده بس، ما كانش عقاب عادل، ده كان حكم اعدام مع ايقاف التنفيذ. ده شفاء لنفسه ومسح خده وابتسم، وكان الحكم ده رجع له كرامته. وقال لي: حاول ما تتكلش من ارنب. اما ماكي فما نطقتش، واسكتها دايما كان اصدق رد عندها. الحراس جروني بره القاعه في طرقه طويله مليانه اعلام وحد البوابه الخارجيه. الهوا بره القاعه
القلعة كان أبرد والطريق كان نازل لتحت بعيد عن الأسوار وسط مساحات خضراء وشجر بعيد. عند بوابة الحراسة واحد من الحراس رمى حاجة تحت رجلي، 10 عملات برونز اتنطرت في التراب وقال بسخرية: دول يكفوك وجبة وتنام على أرضية وسخة، ده لو شنطتك العظيمة دي عرفت تشيلهم أصلا. الحراس التانيين ضحكوا، وطيت ولميت عملة برونز واحدة وحطيتها في الشنطة اتنفخت وقفلت. جيت أحط التانية لقيتها مقفولة تماما. حاولت في التالتة ومفيش فايدة. الحراس كانوا هيموتوا من الضحك، وقال ده بجد ما بتشيلش غير واحدة بس. بطل التخزين الملكي اتهزم من شوية فكة. سبت التسع العملات الباقيين في التراب. هم افتكروا ان دي نكتة، بس انا كنت شايفها اول استثمار ليا. وانا ماشي بعيد عن المملكة ظهر قدام عيني سطر كتابة خفيف: تم تخزين الغرض عملة برونزية، الترقية قيد التنفيذ، الشكل الحالي مخفي حتى الاستخراج. كنت هضحك من قلبي، مش عشان الموضوع سهل، هو مش سهل خالص. انا معيش اكل ولا خريطة ولا حلفاء ولا اعرف الوحوش هنا بتنطح ازاي، بس عندي سيستم، والسيستم ليه قواعد، والقواعد ممكن تتجرب وتتكسر ايام. ده كان الحكم وانا حولت الخطة. اولا الفلوس، من غير قرش مش هعرف اعمل حاجة وهنام في الطينة واحارب بايدي. ثانيا الخبرة، لو الليفلات مهمة في العالم ده يبقى لازم الاقي طريقة احول بيها الوحوش لقوة. ثالثا طريق للرجوع، لان نجاتي من المملكة مش معناه اني ملكة. فلوس، ليفلات، وطريق رجوع، ولو رجعت بالتلاتة دول الملك هو اللي هيقرر قيمتي، هو اللي هيحاول يفهم ازاي فرط في كنز زي ده. اول يوم كان ليا هدف واحد: اجيب فلوس ومكان ابات فيه قبل ما الليل يليل. مشيت لاقرب قرية ومعايا عملة برونزية واحدة جوه الشنطة فاشلة، وفي ظهر المملكة اللي قفلت بواباتها وكأني ميت فعلا. لما انوار القرية بدأت تظهر كان لبس المدرسة بتاعي اتبهدل تراب، ورجلي وجعتني من المشي، والشمس بدأت تغيب. المكان ما كانش بيبهر، مجرد تجمع بيوت خشب وحجر وسور تعبان ودخان طالع من المداخن. الحارس اللي كان على البوابة كان معاه رمح شكله أقدم منه، وشاف لبسي قبل ما يشوف وشي. وده أول حاجة الناس بتلاحظها، مش الشنطة لكن الجاكيت الأسود والقميص الأبيض وجزمة الفصل اللي اتدمرت من تراب. مفيش حاجة في شكلي لايقة على العالم ده. عين الحارس وسعت وقال: واحد من المستدعين. كان ممكن أكذب، بس ما كنتش لسه أعرف كفاية عشان أسبق الكذبة، فقلت له: أيوة. مسك رمحه بقوة، بس ما كانش فيه تبجيل ولا انبهار، وكان فيه خوف وحذر. وده عرفني حاجة مهمة: المملكة بتحب الأبطال جوه القصر، لكن الكرة اللي بره الأسوار ليها رأي تاني خالص. قال لي: الفندق قدامك على طول وما تعملش مشاكل. قلت له: ما كانش في نيتي أصلا، بس للشنطة اللي في جنبي وإيدي الفاضية. وقرر يا إما أنا غلبان أو ميت، والاتنين كانوا في مصلحتي. الفندق كان عليه يافطة بهتانة عليها رسمة ثعلب لاف حوالين كوباية، وجوه كان فيه ريحة طبيخ وخشب مبلول وناس شقيانة طول اليوم. الكلام هدي. أول ما دخلت كان راجل بصولي بتركيز، وصاحب الفندق واقف ورا الكاونتر، راجل كتافه عريضة ودقنه رمادي ومشمر كمامه. بص فورا على لبسي وقال لي: انت من القلعة؟ قلت ليه ما بقتش خلاص. الجملة دي شدت انتباهه اكتر ما انا كنت عاوز. قربت منه وقلت بصوت واطي: محتاج اوضة ووجبة لو فيه. بص لي من فوق لتحت وقال لي: 3 برونز عشان تنام على الارض، 5 للسرير الصغير، و10 لاحسن اوضة. الوجبة ب2. هزيت راسي وكأني بختار. مديت ايدي في الشنطة وصابع لبست معدن ساقع، وحسيت بشكل عملة غريب. ولما طلعته ما كانتش برونز خالص، كانت عملة تقيلة ولونها باهت وعليها ختم ملكي عمره ما شفته. القاعة كلها سكتت، وصاحب الفندق ما لمسهاش في الاول، فضل باصص ليها بذهول، وبعدين مسكها بحذر بصباعين وقربها من اللمبة. وشه اتغير تماما، ما ظهرش عليه احترام، ظهر عليه رعب. قال لي: ما اقدرش اقبل دي ما كانتش الرد اللي مستنيه. قلت له: يا مزيفة. قال لي بصوت واطي: لا، دي هي المشكلة. الست اللي كانت شايلة الاطباق قربت وشافت العملة وكان هيغمى عليها، وصاحب الفندق حط العملة وكأنها قنبلة وقال لي: لو فضينا خزنة القرية كلها مش هنعرف نفك عملة بلاتين. اغلب الناس هنا ما شافوهاش في حياتهم. ما اقدرش اخد دي تمن اوضه بلاتين. السيستم حول عمله برونزيه واحده لعمله بلاتين. حافظت على هدوئي عشان الكل كان باصص، بس جوايا كنت مصدوم. البلاتين ده يساوي 10 ذهب او 100 فضه و1000 برونز. الملك رماني بفلوس شحاته وشنطتي حولتها لثروه. صاحب الفندق زق العمله ناحيتي وقال لي: خبيها بسرعه قبل ما حد غبي يشوفها ويفكر يعمل حاجه. بس خلاص الكل كان شافها. في الترابيزه اللي ورا واحد همس للتاني، والتاني مسافر متغطي بورنوس جنب الحيطه بطل يقلب في كوبايته. لاحظته بس ما بصيتلوش كتير عشان ما يحسش اني كشفته. حطيت ايدي على العمله وقلت له: خلاص ما تفكهاش، خليها معاك. انا محتاج اكل واوضه ومعلومات عن المكان، وحد يضمني في النقابه بكره. الملك رماني 7 ايام بره الحاجز عشان يختبرني، ولو رجعت هناك هثبت قيمتي، ولو مت هم مش خسرانين حاجه. المكان بقى اهدى بكتير، بس مش صمت. ده كان صمت غضب، بس مش مني، كان غضب من اللي حكم عليا. صاحب الفندق بص للبوابه وبعدين لبسي وقال لي: رموله مستدعي لوحده. رفعت الشنطه الصغيره وقلت له بعد ما ادوني مهاره التخزين دي: حد جنب المدفأة ضحك غصب عنه. بس صاحب الفندق ما ضحكش، بص للشنطه وبعدين للبلاتين وبعدين لوشي وسالني: عندك كام سنه؟ قلت له 17. فكه اتشد بغضب، والست حطت
طبق الطبيخ قدامي وقالت تاكل الاول وبعدين نتكلم. ودي كانت اول تحالف ليا في العالم ده. ما بداتش بقسم ولا بعقد، بدات الطبخ طبيخ كان حادق زياده وميته كتير، بس كان احلى اكل اكلته من ساعه ما جيت هنا. صاحب الفندق ومراته تعاملوا مع عمله البلاتين كانها مسؤوليه مش مجرد فلوس، ونقلوني الترابيزه في الركن وبداوا يحموني بعينيهم من الباقيين. وطيت صوتي وقلت لكل اللي في المكان ان دفعت ثمن قعدتي هنا الاسبوع كامل. مفيش حد فتح بقه ولا اعترض، اصل عمله ببلاتين واحده اكتر من اللي اي حد فيهم ممكن يشوفه سنه بحالها. الحركه دي خلت شكل القعده يتغير تماما في عيونهم. والراجل اللي لابس زعبوط مشي قبل ما اخلص طبق الشوربه بتاعي، مشي بهدوء من غير اي شوشره ولا تعثر ولا حتى كلمه وداع. وكوبايته كانت لسه ملانه، فحطيته في بالي وركنت على جنب. بعدها بشويه صاحب الحانه طلع لي فوق يفرجنا على احسن اوضه عندهم، بس كانت مبلوله والسقف فيه بقع ميه غامقه من الركب، والبطانيه ريحتها دخان، والشيش بتاع الشباك مش بيقفل للاخر. الراجل كان محرج وهو بيقول لي دي احسن حاجه عندنا، بس للامانه وضباب وقفل احسن بكتير من مرمطه الطريق. مراته جابت عيش وجبنه وطبق شوربه تاني ووقفت كانها عايزه تسال على حاجه بس خايفه تتقل عليا. جوزها سال بدلها ايه اللي حصل في القلعه. كان ممكن احكي لهم النسخه النظيفه، مهارات وحشه وحظ سيء وخلاص، لاني كنت تعبان. حكيت لهم الحقيقه، قلت لهم قاعه الاستدعاء وعن داتش الوحش بتاعه وعن ماكي اللي جريت عليه. ما حاولتش ابين ان الموضوع كانه كسر قلب عشان هي متسهل، هي اصلا كانت كده من زمان. حتى في بلدنا لما كان داتش بيتريق عليا كانت تقول لي فكك منه وبعدين تضحك معاه. النهارده بس هي اختارت الجنب الكسبان بسرعه. مرات صاحب المكان شهقت وسالتني وضربته. قلت لها ايوه ضربته بالقلم. صاحب المكان بص للشنطه الصغيره اللي على جنبي اللي لا فيها سلاح ولا سحر، وانا استغليت اللحظه دي وبصيت له بكل ثقه. فضل باصص لي ثانيه وبعدين ضحك ضحكه هاديه وقال يمكن دي كانت حركه مجنونه بس انا مقدرها وفاهمك. الكلمه دي فرقت معايا جدا اكتر مما كنت متخيل. قبل ما يمشوا صاحب المكان نزل لتحت وجه معاه حاجه ملفوفه حطها على السرير. قال لي احنا ما عندناش عده مغامرين، القريه هنا بتاخد الفضلات اللي مش عايزاها النقابه، بس لو هتروح هناك بكره خد دي معاك. فكيتها ولقيتها سكينه نحت قديمه، لا هي سيف ولا خنجر، سكينه مطبخ بيت خشب قديم ونصل عليه بقع وفيه كسر صغير عند السن. قالت لي بنستخدمها عشان نقطع لحم الوحوش لما الصيادين يجيبوا حاجه، وبتقطع الجلد احسن مما تتخيل. بالنسبه لاي حد دي اهانه، بس بالنسبه لي كانت مثاليه. اداه مرتبطه بحصاد الوحوش وضعيفه وليها غرض محدد، ودول احسن حاجات ينفع يتطوروا. وشكرت واستنيت لما قفل الباب وبعدين فتحت الشنطه. البلاتين ما كانش موجود طبعا لما صرفته. الشنطه كانت فاضيه وحطيت فيها سكينه النحت والشنطه بلعتها من غير اي مقاومه. ظهرت قدامي شاشه سودا مكتوب تم تخزين الاداه، سكينه نحت قديمه جاري التطوير والشكل الحالي مجهول لحد ما تخرجها. قعدت على طرف السرير مبلول وقريت الكلام ده مرتين. مجهوله لحد ما تخرج، يعني الشنطه مش هتقول لي هي بقت ايه غير اما اسحبها، وده معناه ان كل مره هتبقى فيه مخاطره، بس مخاطره ونظام شغال عالي. نمت وبصيت للسقف المبقع وابتسمت غصب عني. اول هدف كان الفلوس، وتاني هدف ان احول الخطر لمستويات. ولو السكينه دي بقت اللي في دماغي يبقى بكره مش هحتاج فريق يشيلني، هحتاج فريق يوصلني لاول قومه وحوش. الشنطه كانت بتنور بهدوء طول ما انا نايم، ولما صحيت الصبح كان المطر واقف وريحه الخشب المبلول. اول حاجه عملتها بصيت على الشنطه، التطوير خلص والشكل مخفي لحد ما اسحبها. كنت اشدها فورا بس وقفت، قلت بلاش تسرع المبتدئين ده، لو الحاجه طلعت بتنور او بتعمل صوت او شكلها مستحيل مش عايز القريه تشوفها قبل ما افهم بتعمل ايه، فسبتها جوه. القرار ده خلى الوقت اللي بعده رخم جدا. نزلت تحت وصاحب المكان كان محضر الفطار ومحضر قصه يحكيها لنقابه المغامرين. القصه بتقول اني مش هارب من القصر ومعايا عمله بلاتين مشبوهه وشنطه ملهاش لازمه، لا انا ضيف دافع فلوسه محتاج تسجيل مؤقت عشان اشتغل قانوني. قال الغريب لازم يكون وراه حد من اهل البلد يسنده، والا النقابه هتفتكرك حرامي او جاسوس هربان من ديونك. لا اسوأ من كده كمان. سالته وايه الاسوأ من مشاكل النبلاء دي؟ قال لي عندك حق. مقر النقابه كان جنب البوابه الشرقيه، مبنى حجري قصير وعليه جمجمه، وحش فوق الباب ولوحه مهمات مليانه ورق. ما كانتش شبه قاعات المغامرين الفخمه، كان اقرب لمخزن اسلحه. جوه كان في حركه كتير، محاربين بيظبطوا دراعهم وسحره بوشاح ازرق بتعد ازايز، واحد معاه صقر صغير على كتفه بيتخانق مع الموظف عن مصاريف السفر، وثلاث شيالين بيربطوا الحبال حوالين العده. المكان ريحته زيت وجلد وحريم مبلول. صاحب المكان خدني للمكتب. الموظف كان شكله زهقان لحد ما سمع الضمان. قال له تسجيل مؤقت. فالموظف بص لهدومي والزهق بدأ يروح من عينه. سألني انت مش من هنا صح؟ قلت له لا، الاسم تومي، السن 17، المنشأ. ترددت لحظة بس مفيش فايدة من الخطبة واللبس واضح. قلت له مستدعي، والقلم وقف والنص اللي في القاعة كلهم وقفوا. واحد جنب لوحة المهمات لف وبص لي
تماما، والساحرة نزلت الإزازة اللي في إيديها والصقر عمل صوب منقاره. الموظف بصلي ببطء وكرر الكلمة مستدعي. الكلمة لفت القاعة أسرع من أي تعويذة سحر. مستدعي يعني احتفال ملكي، يعني طاقة سحرية جبارة، يعني فئة تستاهل الحماية والتدريب. حتى في قرية فقيرة زي دي الناس عارفة إن الأبطال المستدعين بيبقوا إيه. الناس فضلت باصة ليا كأني لابس تاج ومحدش ضحك. الموظف بدأ يتعامل بحذر وسألني على الفئة. قلت له حامل تخزين. اللمعة اللي في المكان انطفت شوية بس مش كلها. التخزين لسه مفيد في عالم فيه أجزاء وحوش ومعدات وكنوز. مهارة التخزين كويسة ليها قيمة. الموظف طلع كريستالة شفافة وقال لي حط إيدك هنا عشان اختبار الطاقة، والمفروض المستدعي يخلي الكريستالة تنور ذهبي أو أبيض. كل العيون كانت على إيدي. حطيتها وما حصلش أي حاجة، لا نور ولا نبض ولا حتى لمعة بسيطة. الكريستالة فضلت شفافة. الموظف كشر وخبط عليها. جربت تاني وبرضه مفيش. هدوء غريب ومحرج لف القاعة. واحد سأل هي بايظة. الموظف جربها بصباعه فنورت أخضر باهت. ناس بدأت تحكي، ناس بدأت تضحك والضحك زاد. الهبة راحت من المكان في ثانية. مستدعي وما عندوش طاقة سحرية، ازاي ده حصل؟ يمكن المملكة طردته لسبب ما. ده مش فئة، ده شنطة بكرش وماشي على رجلين. أنا فضلت ثابت وسجلت المعلومة في دماغي. مفيش طاقة سحرية خالص، مش قليلة ولا حتى ممسوحة. المملكة كانت بتقول إن القوة ثابتة، مهارة وفئة وقيمة وخلاص. ولو الكريستالة دي صح يبقى أنا قدام الناس ألعب مما كنت أتخيل. بس أنا في السر أنا معايا شنطة حولت البرونز البلاتين في ليلة. ما صلحتش المعلومة لحد. الموظف حاول يرجع لبرستيجه وسألني عن ساعة تخزين. قلت له معرفش، فضحكوا أكتر. قال لي مش عارف تستخدم مهارتك. قلت له هي شايلة حاجة واحدة بس. قال لي فضيها. قلت له لا. الناس انبسطت بالطريقة دي. واحد محارب قعد يضحك ويخبط على رجله ويقول مهارة تخزين وحشة لدرجة إنه مش عارف يثبتها. الموظف اتضايق وقال لي يعني الساعة حاجة واحدة بس. هزيت راسي فكتب الكلام ده بقوة لدرجة إن الورق كان هيتقطع. بعدها ختم لي كارت خشب مكتوب فيه تومي مستدعي حامل تخزين. مهارة التخزين غرض واحد، طاقة سحرية صفر. رتبة المغامر شيال مؤقت. شيال مؤقت يعني مش مغامر حتى ولا محارب ولا كشاف، مجرد واحد مسموح له قانونيا يشيل عفش الناس. الموظف قال لي مسموح لك تشتغل أعمال يدوية وتشيل، ممنوع تخوض معارك لوحدك أو تدخل كهوف إلا مع فريق مسجل، ولو تسببت في مسح الفريق اللي معاك الضامن بتاعك بيدفع الغرامة. صاحب المكان اتخش بجنبي وأنا خدت الكارت وقلت له مفهوم. الرد ده خيب أملهم، كانوا مستنيين إنك كسب بس أنا كنت مطيع، والمطاوعة دي هي اللي هتدخلني الكهف. فجأة صوت جه من عند لوحة المهمات وبيقول احنا لسه محتاجين شيال، ارث سكران ومش قادر يقف. الموظف بصلي وقال لك يومك فيه حظ، في فريق رايح ينظف كهف دلوقتي، محتاجين حد يشيل العدة والشنط، والفلوس تعبانة بس الشغل قانوني. الراجل نادى عليا بس بسخرية وقال لي يقدر يشيل. الموظف رد قال له عنده دراعات. سأله عنده سحر. القاعة كلها ضحكت قبل ما الموظف يرد وقال مفيش خالص. الراجل هز كتافه وقال لي تمام هات الشنط. ودي كانت الطريقة اللي انضميت بيها لأول فريق، مش كبطل ولا محارب بل كايد زيادة. مفيش حد عايز يضيع عليها تعويذة علاج. ما حكوش اساميهم وده كان احسن، انا مش محتاجهم. هما ادوني تقل بدل الاسامي، حبال ازايز فاضية قماش وقتاد وحديد وشعلات نار وثلاث ازايز مية وادوات حصاد كانت بتخبط في ظهري مع كل خطوة. الشنطة اللي جنبي كانت ممكن تغير كل حاجة لو وريتهم اللي جواها، بس فضلت قافلها. حاجة واحدة وسر واحد، ودلوقتي كتافي تستحمل المرمطة. الطريق للكهف كان قصير بره حقول القرية بشويش في منطقة صخرية وشجرة صنوبر. الفريق كان ماشي سريع والشرح كان بيجي في النص. واحد قال لي من غير ما يبص وراه قلب الوحوش هو الفلوس، هي يكسرهم، القلب المكسور سعره رخيص. واحد تاني خبط على ازازة فاضية وقال لي القلوب النظيفة في الازاز، والحاجة التانية فيها دم في القماش، سنان مخالب او اي حاجة سليمة لو عكيت في الحصاد النقابة بتخصم من تمنك. الصقر كان بيلف فوقينا وصاحبه قال الزعماء ممكن يوقعوا معدات او مهارة او مواد نادرة، لو شفت حاجة بتنور نادى علينا قبل ما تلمسها. سألتهم والشيال بياخد كام؟ قد ضحك وقال لي اقل من الناس اللي بتحميها 20%، ولو العقد كريم، واقل لو كنت بطيء من 20% في النهب. ده كلام فاضي لاي حد، بس بالنسبة لي كان هو وسيلة الدخول للمكان. فجأة ظهر مدخل الكهف، شق اسود في الجبل وعليه اثار مخارب قديمة. الفريق بطل هزار وبقوا منظمين جدا. بتاع الدرع في الاول، الساحرة بتجهز الازايز وتفك صوابعها، وصاحب الصقر نزل ايده والصقر نزل على شجرة بهدوء. الكل بقى عارف مكانه. القائد شاور عليه وقال لي الشيال يفضل ورا، ما تلمس اي حاجة وقت القتال، ما تجريش قدامنا وما تحاولش تخلينا نضيع السحر عشان ننقذك. لما ننضف اوضة تتحرك ورايا. بصيت جوه الكهف، حجر ضلمة وهو مبلول وصوت خربشة بعيد. وبعدين بصيت لتشكيل الفريق، خط الدفاع الاول، الهجوم وراه والمستدعي بيراقب الجوانب. شغلتي كانت سبورت اللي بيخلي الكل واقف على رجليه، وكنت اللي شايل الشيلة ورا مستني لما الميدان يبقى امان. هما كانوا فاكرين ان كده اقل واحد ملوش لازمة في الهجمة دي، بس الحقيقة مكاني ده خلاني اقرب واحد لكل الكورس او القلوب بتاعة الوحوش بعد ما المعركة
المعركة تخلص. الشنطة اللي بجنب دي كانت هادية، والسكينة اللي اتطورت كانت جوه مستنية. كانت أول مرة من ساعة ما الملك طردني أحس إن ملامح الخطوة التانية بدأت تظهر بجد. الفلوس هي اللي دخلتني من الباب، والكهف ده هو المكان اللي الخبرة هتبدأ فيه. الفريق اللي داخل الكهف بنفس الترتيب اللي اتدربوا عليه 100 مرة، اللي شايل الدرع قدام ووراه بتاع الضرب والسمنار أو سدى الوحوش عينه على الحيطان، وفي النص بتاع الدعم والسبورت، وأنا في الآخر خالص شايل على كتافي جبال وأزايز معدن يكفوا الفتح محل صغير. الميزان كان مظبوط بالظبط. الكهف بدأ يضيق فجأة، والصخر المبلول بقى حوالينا من كتر ناحية. نور الكشافات كشف علامة خربشة قديمة على الحيطان، وفجأة طلع أول جوبلين بيجري من الضلمة. كان صغير وسريع وماسك سكينة معمولة من حاجة كانت زمان طاسة طبخ، وراه كان طالع 3 كمان وبعدين 6. المقاتل اللي معاه الدرع مجريش وراهم لأن ده ثبت رجله في الأرض وطلع طاقة مانا من كتافه وبقى زي حيطة الصد. أول جوبلين خبط في درعه بقوة وقعته هو والاتنين اللي وراه. ساحر بصباعين بس عملت خط نار رفيع في الخط خلى الباقي يتحشروا في حتة واحدة، والمقاتلين بضربة واحدة خلصوا الليلة. الهجمة كانت كلها خلصت في ثواني. كانوا صراع بس أغبياء. الفكرة انك تضربهم وهم متهورين ومندفعين، ما تجريش وراهم، سيبهم هم اللي يخشوا الحتة اللي خسرانين فيها اصلا. بالظبط زي اول موجة العاب استراتيجية اللي كنت بلعبها بعد المدرسة. اللعبة بتبدأ دايما بوحدات رخيصة بتهجم بسرعة، مش عشان تغلبك بس عشان تخليك تتوتر وتفك التشكيل بتاعك. بس الفريق ده ما توترش خالص، كملوا طريقهم، والأوضة بعدها كانت مفتوحة لفوق وبدأت تنزل أسهم من عظم علينا. قبل ما أشوف حتى مين اللي بيضرب، بتاع الدعم رفع إيده وعمل درع باهت حمانا كلنا، والأسهم كانت بتتكسر عليه زي الحطب الناشف. فوق كان في جنود هياكل عظيمة واقفين على حواف ضيقة وماسكين أقواس وعينيهم فيها نور غريب بيحرق. كانوا ضعاف بس ميزتهم المكان عالي والبعد. الرامي اللي معانا جاب واحد من دماغه، والساحرة جمدت الأرض تحت النص التاني، والسمونزر صفر للصقر بتاعه وطار وسط الأسهم وشتت كل اللي فاضلين. الرامي كمل عليهم. الأعداء اللي بيضربوا من بعيد مش محتاجين دروع، هم بس محتاجين إن الكل ينسى إنهم موجودين. الموجة التالتة كانت مستنية فمر يا دوبك يقضيها. أجر عملاق طلع في نور الكشاف ومعاه مرزبة أتخن من جسمي، رفع سلاحه بالراحة، والمقاتل بتاعنا اتحرك شمال، والأجر ضرب المرزبة في الحيطة وغرزت في الصخر. الساحرة استنت اللحظة دي وضربت سحرها ورا ركبة الأجر، والرامي ضرب معصم إيده، والمقاتل رزعه بالدرع في صدره قبل ما يلحق يشد المرزبة. قوة مرعبة بس حركته بطيئة وبياخد وقت كبير عشان يضرب تاني. الأجر وقع في الممر، والفريق عدى من فوقه من غير حتى ما يحتفلوا لأنهم كانوا متوقعين الفوز أصلا. بس السحالي الحجرية كانت موضوع تاني خالص. كانوا مستخبيين على الحيطان والسقف وما بيبانوش لحد ما واحدة فتحت بقها وضربت رمل خلى الجو كله رمادي. فأس المقاتل خبط في ظهر أول سحلية ونطرها، والأسهم كانت بتتكسر عليهم وتقع على الأرض. الوحوش دي كانت لازقة في الأرض ودروعها من فوق قوية جدا، بيستخدموا ديلهم عشان يوقعوا الكل. هنا بقى السمونار هو بقى بطل المعركة. الكلب بتاعه هجم على سحلية من رجليها اللي قدام وقلبها، والساحرة ضربت ضربة دقيقة تحت فكها، والمقاتل ثبت، والتانية السبورت كان بينظف عينه من التراب. التحكم الأول وبعدين الضرب. الدروع ملهاش لازمة لو حد عرف يفتح نقطة ضعف. الحكاية دي من أول جوبلين لحد السحالي خدت وقت أقل من مشوار من القرية للكهف. حركتين 3 نضاف من كل واحد، مفيش كلام ولا تضييع سحر، وكل واحد كان بيحارب بالنوع اللي بيفهم فيه. أنا كنت واقف بتفرج. الفريق كان فيه 5 أشخاص بس الحقيقة هم كانوا 5 وظايف: شد الانتباه، ضرب الوحوش، التحكم في المكان، حماية الكل، وإنك تلاقي اللي غيرك مش شايفه. ده ما كانش مجرد فريق، ده كان نموذج مثالي بالسيطرة. أوضة الزعيم بقى فيها كل اللي شفناه في الكهف. أوجر لابس تاج حجري واقف في النص أطول من الأولاني وجسمه متغطي بصخر طبيعي عند كتفه، والسحالة حجرية بتزحف بين العواميد. قائد الهجمة شاور ورايا وقال لي خليك عند المدخل، ولو هجم ارجع لورا، مش عايزين نتشغل بيك. هزت راسي ووقفت جنب الحيط. المرة دي مفيش حد حارب لوحده. المقاتل شد انتباه الأوجر وخلاه ناحية الصخرة بعيد عن الساحرة، وكلب السمونر كان بيجري السحالة بعيد عن الراجل المقاتل، والسبورت كان بيقوي الدرع كل ما رزبة الأوجر تنزل، والرامي كان بيضرب في المفاصل والعينين وكل فتحة بيخلقها المقاتل. الساحرة كانت مستنية، وده اللي أنا لاحظته، كان معاها طاقة مانا كافية تفرقع الدنيا من أول ثانية، بس استنت لما الأوجر خد وضعية ضربة قوية بكل قوته. المقاتل دخل جواه، وكلب السمونر ضرب ركبته من ورا، فالأوجر نزل لمستوى أقل، والصخرة
الحجرة اللي كانت على كتفه اتفكت شوية، وإن الساحرة طلعت كل اللي عندها، رمح أبيض في أزرق دخل في الفتحة اللي بانت، والزعيم وقعة هزت الأرضية الأوضة اللي تحت رجلي. كان في لحظة سكوت محدش اتحرك فيها، وبعدين القائد نزل درعه والفريق ارتاح، وهنا افتكروا إن أنا موجود. يا بورتر، القائد نادى. ابدأ بقلب الزعيم، وبعدين السحالي وحافظ على الدروع سليمة. رموا قماش الجامع جنبي وراحوا يشربوا ويشوفوا جروحهم ويتخانقوا ايه اللي هيتباع أغلى. شغل المتعب والمقرف كان كله بتاعي. الحاجة اللي مفيش حد فيهم عايز يلمسها كانت بتاعتي. جيت اطلع السكينة القديمة اللي صاحب الخان اداني، بس افتكرت انها في الشنطة الليلة اللي فاتت. طول الهجمة وانا شايل ادوات حديد على ظهري والسكينة المتطورة مستنية جنبي. فتحت الشنطة وطلع منها نور زي قوس قزح من الفتحة. فضلت مبهور بيها. مش السكينة اللي نمت وهي معايا، السكينة اللي كانت قصيرة برضه بس شكلها كان ملوش علاقة بالمطبخ خالص. خطوط دهب في نصل غامق وجوهر في اليد وهالة الوان بتتحرك على السن ملوش اسم. ظهرت رسالة قدامي وبتقول ان التطوير تم. السكينة وصلت لاقصى مرحلة. سلاح جديد، نصل الهالة الاسطوري، جمع مثالي، سحب خبرة وزيادة غنائم الضعف ورفع درجة الجوائز. القائد شاف نور وسأل جاب منين دي. قلت له من المطبخ. بص لبعيد والسكينة وافتكرني بهزر هزار بايخ وقال لي خلص شغلك. لمست طرف السكينة الاول سحلية، الأوضة نورت. كورمانة الصافي طلع من الوحش بسهولة، وبعدين 5 لحد ما القماش اتملى موارد تكفي الكل. قشور مثالية، تراب حجر نقي، درع صغير، عملات وحتة طاقم مهارة بتنور. الفريق سكت خالص ورسالة تانية ظهرت. تفعيل الجمع المثالي، إعادة حساب المساهمة، كسبت خبرة، زيادة الغنائم اشتغلت. حسيت بحرارة في جسمي كله ونفسي بقى أسهل. الشنطة ما بقتش تقيلة زي الأول. أنا ما ضربتش الضربة الأخيرة بس السكينة حسبت الجمع ده. أنا مساهمة في المعركة. لمست الوحش اللي بعده، انفجار موارد تاني. الرامي وقف وقال المنطقة دي مش بتطلع الحاجات دي. الساحرة قربت وقالت بس اهو طلع. تالت وحش ملأ مشتين زيادة، والرابع طلع كور ناكل درجة سمونر. مد ايده وخده من غير ما يستأذن. بعدت ايدي بسرعة والقائد قال لي بعصبية يا بورتر اخلص ما عندناش طول النهار. بصيت لكمية الحاجات اللي حوالينا وقلت له حاضر استنى. الشنطة نبضت. ظهرت رسالة انها امتصت رنين الغنائم واتطورت للمرحلة التانية، وبقت تشيل 5 حاجات صغيرة او حاجة متوسطة. ولقيت بذر التحويل. الشنطة ما كبرتش من بره ودي كانت احلى حتة. فضلت صغيرة بس من جوه وسعت جدا. بدأت احط الكور بتاعة الوحوش واحد ورا التاني. جوبلين هيكل عظمي، اوجر سحرية، والخانة ال5 فضلت فاضية. الفريق افتكر ان اخيرا عرفت استخدم مهارة التخزين صح، وانا كمان افتكرت كده لمدة 10 ثواني لحد ما الشنطة خبطت ايدي وسمعت صوت زقزقة. فتحتها وقع منها جوبلين صغنن على الارض يا دوب طول جزمتي ولابس حتة درع جلد وماسك خنجر قد سكين السفر. ظهر فوق راسه مستدعي التخزين. جوبلين كشاف رتبة اسطوري مستوى 1 الملك تومي، وبعده طلع هيكل عظمي رامي اسهم صغير متكون من نور باهت وقوسه في ايده. وبعدين بيبي اوجر ايده كبيرة وبيمشي ويتهته زي العيال الصغيرة. واخر حاجة سحلية حجرية قد دراعي. وقفت بيني وبين الفريق وطلعت صوت زي خبط الحجر في بعضه. مفيش حد نطق بكلمة. الكوبلين الكشاف بصلي والاوجر الصغير قعد، والرامي والعظمي اتضرب السهم في سقف وكده خلص. السحلية فضلت تحرس جزمتي من الشمال. السامونر قعد القرفصاء بالراحة وقال دي القلوب بتاعتنا. قلت له ما بقتش بتاعتكم خلاص. جه يلمس السحلية اسمها نور وطلع ان المستدعي ده مرتبط بصاحبه ما ينفعش يتنقل لحد تاني. السحلية عدت جوانت ايده شد ايده بسرعة. الفريق فضل يبص للوحوش الاربعة وبعدين حد ضحك بس ضحكة مش زي ضحكة النقابة، ضحكة واحد متلخبط مش فاهم حاجة. الرامي الاسطوري قال ايه ده ممكن يخسر قدام جرد المية. الاوجر الصغير حاول يقف فاتكف على وشه وسند بايده فالكل ضحك اكتر. انا كنت شايف وحوش صغيرة في المستوى الاول بس كان في فرق كبير. الشنطة طورت اللي ممكن يوصلوا له مش بس بدأ من الصفر. الجوبلين الكشاف شاف حشرة كهف بتعورة بتجري، جري وراها ونغزها نغزة ورجع مكانه. وظهرت رسالة المستدعي خد خبرة وتومي خد خبرة معاه. نمو الجوبلين بقى أسرع بفضل نصل الهالة. في اللحظة دي الخطوة بقت حقيقية. أنا مش محتاج وحش ملوش حل، أنا محتاج طريقة أحول بيها كل الكور لوحش يكبر معايا. الفريق ما كانش فرحان زيي. القائد بص للقلوب اللي اختفت والوحوش اللي بقت ملكي والموارد اللي مالي المكان وقال لي القلوب دي تبع العقد بتاعنا. قلت له ما انتوا قلتولي خزنهم. رد عليا قلنا لك اجمعهم. قلت له ما انا جمعتهم اهو. فضلوا يتخانقوا كذا دقيقة مع الساحرة والسامونر مش عارفين الوحوش دي تتبع انهي تصنيف، لا عارفين يبيعوهم ولا ياخدوهم ولا حتى يمثلوا انهم لسه كور. الناس عملت اللي بتعمله دايما لما القانون ما يعجبهمش، قاموا مغيرين نظام الدفع فورا. القائد قال لي ما وصلنا عند مخرج الكهف ان نصيبي 5 ذهبات بس، وقال لي ان الوحوش اللي معايا دي بتتحسب من نصيبك. كان مستني اعمل مشكلة واعترض لان العتال العاري بياخد 20% وال5 ذهبات دول يعتبروا اهانة مقارنة بالكنوز اللي طلعنا بيها من الكهف.
بس انا خدت الفلوس وسكت. الشنطة بتاعتي ليفل 2 تشيل 5 حاجات صغيرة، واعلى قيمة للذهب هي البلاتين، والقطعة البلاتين الواحدة بتساوي 10 ذهب. هم افتكروا كده انهم قللوا اجري وضحكوا عليا، بس الحقيقة هم ادوني 5 استثمارات منفصلة. حطيت 5 ذهبات في الشنطة والسيستم قال لي جاري تطوير عملات البلاتين. القائد كان مستنى شيء من الغضب، بس انا ابتسمت في وشه وده خلاه يقلق اكتر. الفرقة عرضوا عليا ان اروح معاهم المرة الجاية، مش عشان سواد عيوني ولا بيحترموني، لا عشان عاوزين السيف بتاعي يبقى جنب الغنايم بتاعتهم. القائد قال لي تشتغل معانا بكرة بنفس السعر. رديت وقلت له لا، مش هتلاقي احسن مننا في مستواك. قلت له انا اصلا مش بدور على حد. ناديت على ال4 وحوش بتوعي. الجوبلين الكشاف اتحرك الاول، وبعدين السحرية الحجرية. الهيكل العظمي الرامي خبط حيطة، وبعدين عدل نفسه وكمل مشي. اما البيبي اوجر فكنت شايله تحت باطي وماشي بيه. واحنا ماشيين كان في راجل لابس بورنيتا مراقبنا من فوق الجبل. الراجل ده شافني في الحانة وشاف البلاتين، وكان واقف جنب كريستالة النقابة لما طلعت صفر. كان ماسك حجر الاتصالات وبيقول راعي السفينة شافني وانا ببص له، قام مستخبي وسط الشجر بسرعة. ما جريتش وراه، انا لسه معايا 4 وحوش ليفل 1 والسيف لسه مش فاهمه، ودهب بيتحول لبلاتين ومفيش مانع اتحكم فيها. الجري ورا جاسوس من غير ما اعرف مين اللي بعته ده تضييع وقت ومجهود، وانا محتاج اكون مفيد. رجعت للنقابة والحوار كبر زي ما توقعت. الناس اللي بتقيم الكنوز اتصدموا وفتحوا الشنط وقفلوها تاني مش مصدقين. دروع السحلية الحجرية كاملة وشظايا المانا النقية بزيادة، ولو خامات من زعيم الكهف نادر جدا بقالهم 2 ما شافوهاش. الموظف اللي كان بيضحك عليا بص للترابيزة وبذهول وقال لي ده جاي من الكهف اللي تحت، مستحيل يطلع الكمية دي. قلت له خلاص حد يروح يقول للكهف بقى. الفرقة قالوا ده حظ، والناس صدقت الإشاعة عشان أسهل من الحقيقة. مهارة حظ مخفية، كانت إشاعة زي الفل بتخلي الناس تهتم من غير ما تفهم وتسبب لي خطر. بعت شوية حاجات من اللي معايا وخليت الباقي في الشنطة. اشتريت كتاب مانا المبتدئين، 3 ازايز مانا واكل وحوش ورباط تدريب. رخصة البائع بص للكارت بتاعي وقال لي الكريستال بيقول ما عندكش مانا، الازايز دي بتعوض المانا مش بتخلق الموهبة. قلت له خلاص يبقى الكتاب رخيص بقى. اشتريت الحاجة وقعدت في اوضتي في الحانة اقرا، والذهب لسه بيتطور جوه الشنطة. اول صفحة في الكتاب غيرت كل اللي قاله لنا القصر. المانا مش رقم ثابت، الكلاس بيتحدد بالبداية بس، لكن التدريب واللفلفة والجرعات والقتال المانا بتزيد مع الوقت. حتى الكريستالة اللي مش بتنور ممكن تكون مانا نايمة مش معدومة للأبد. قريت الجملة دي مرتين في القصر. اتعاملوا مع أول نتيجة إنها النهاية. داتشي عشان طاغية وحوش يبقى عالي، وماكي عشان سرقة حياة تبقى نادرة، وأنا عشان تخزين ومعيش مانا بقى ماليش لازمة وممكن يرموني. بس الكتاب الرخيص ده بيقول إن دي مجرد بداية، لو المانا بتكبر يبقى الكريستال قاس ليفل 0 مش قدراته الحقيقية. الملك والقصر عارفين كده، بس محدش شرح لنا التدريب ولا النمو ده معناه إنهم يبقوا مهملين بغباء، يا إما عاوزين نبقى أقوياء بطريقتهم بس وهم تحت السيطرة. بصيت لشنطة الذهب، لسه قدامنا شوية. حطيت أزايز مانا مبتدئين مكانهم السيستم لقى بمسار تطوير، وبعد شوية طلعت إكسير المانا الأصلي. ده بيفتح مسارات المانا النايمة وبيزود السعة للأبد، وبيفك مهارة التدوير الأساسية، وبيخليك تتحكم في أسلحة الأورا أحسن. شربت وحسيت بنار في صدري ودراعاتي، وكل خط تحت جلدي اتفتح مرة واحدة. وقعت على ركبتي من الضغط، وسيف الأورا اللي على الترابيزة نور بلون أقواس قزح. الوحوش اتفاعلوا هما كمان. الجوبلين وقف مفرود، والهيكل العظمي علو نورت، والسحلية لزقت في الأرض، والبيبي أوجر بدأ ينور وكان شكله متضايق جدا. المانا النايمة صحيت واتعلمت مهارة تدوير المانا، والليفل بتاعي اتحسن من جديد وبقيت ليفل 3. لأول مرة أحس بمانا بجد، مجرد كلام في كتاب طيار صغير بس بتاعي أنا. بدأت أتمرن على التدوير زي ما الكتاب ما قال. بعد 5 محاولات سيف الأورا استجاب وظهر خط فضي على رجل الترابيزة. جات لي مهارة قطع الخط الضعيف. المهارة دي بتخليني أشوف نقطة ضعف في حركة أو داء العدو. مش قوة جبارة بس مهارة ذكية. راقب استنى واضرب في الحتة اللي بتقع. ظهرت مهارة تانية محتاجة 3 وحوش يوصلوا ليفل 5 عشان تفتح. الخطوة الجاية كانت واضحة، الوحش لازم يزيد ليفلات، وأنا كمان صاحب الحانة سابنا استخدم مخزن قديم ورا المبنى. طلعت بالوحوش بالليل، كان شكلهم كوميدي. الجوبلين كان بيجري في كل حتة، الهيكل العظمي بيصوب على ازازة فبيضرب في سطل مية بعيد، والبيبي اوجر يحاول يصد عمود تدريب فيقع لورا، والسحلية وقفت قدامي ما اتحركتش. بدأت اديهم دور كشاف رامي خط دفاع وتحكم. الجوبلين اتعلم يلف بدل ما بيجري في وش العدو، والهيكل بدأ يستنى الإشارة، والأوجر اتعلم يقف جنبي يحميني، والسحلية عرفت إنها لما تنام بالعرض تسد الطريق. كانوا لسه خايبين بس بيسمعوا الكلام، وده أهم من الحجم. مع كل تمرين الوحوش ليفلهم زاد بقوا ليفل 2، وأنا أخدت خبرة معاهم. المكنة بدأت تطلع قماش، وأنا بتعلم إن القصر مخبي عندنا. في الوقت ده زمايلي في القصر كانوا لسه بيسمعوا نفس الكلام من المدرب الملكي متأخرين يومين. المدرب شرح ليهم إن المانا بتكبر بالاستخدام والتدريب بس،